السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وخلاص بقى خلصنا شهر الخير، شهر كرم، يعني مش رمضان بس يا حبايب قلبي، المفروض ان هو يكون شهر الخير وشهر الصيام وشهر الاسلام وكده. الايام كلها طبعا بتاعت ربنا جميلة كلها وبركة وخير واسلام. يا رب يقدرنا دايما على صيام الأيام العادية، مش شرط رمضان، ويا رب يقدرنا على الصلاة والصوم والعبادة. وبسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا للناس بقى اللي كانت صايمة ال6 أيام من البيت. كل سنة وانتم طيبين وعيدكم مبارك إن شاء الله برضو، وانا كنت منكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا حبايب قلبي. وتعالوا نعمل ايه شوية بقى محشي ورق عنب كده للناس اللي كانت صايمة 6 ايام وليهم عيد. لازم برضو ندلعهم ونهيصهم كده في العيد ونعمل لهم وجبة يفطروا بيهم بيها يوم العيد بتاعهم. تمام. حبة بقى ورق عنب كده، طاجن ورق عنب في الفرن كده، بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا وجميلة جدا. ومعاهم بقى حتتين كده من اللحمة الجميلة اللي انتوا شايفينها بالمنظر ده. طبعا اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الفيديو بتاعنا بقى ونقول اللهم صل عليك يا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وندخل بقى نشوف هنعمل ايه. اول خطوة معايا حبايب قلبي اللحمة بتاعتي طبعا، علشان انا هحطها في قاع الطاجن بتاع ورق العنب. تمام. بعمل فيها ايه؟ بغسلها كويس طبعا زي ما انتوا فاهمين، غسيل اللحوم وغسيل الحاجات ديت ومحلول النقع بتاعها والحاجة ديت، وبتكون بصوا معايا زي الشابة البيضة كده ونضيفة جدا وريحتها عسل ما شاء الله. اول حاجة هجيب كده طاسة، هجيب حلة، هجيب اي حاجة عندك كده فاضية بقى، وتحط في قلبها كده معلقة سمنة بلدي. يعني يستحسن ان هي تكون سمنة بلدي بجد، هتشم حتة لحمة جميلة جدا وتحفة. هنعمل ايه؟ هنسوي اللحمة؟ لا طبعا مش هنسويها. هنعمل بقى معلقة السمنة كده زي ما انت شايفاها كده، اسيبها تسيح خالص كده وتسخن جدا، وانزل بقى على طول بقى على نار عالية باللحمة بتاعت الطش كده في السمنة بتاعتي، وادي لها الالوان الجميلة ديت بس. تمام. لون ذهبي جميل كده. وكمان بعد ما اديلها اللون الدهبي الجميل ده بقى، انزل بقى بالبهارات والحبهان والمستكة والورق اللورا والحاجة الجميلة بتاعت اللحوم ديت اللي بتطلع لنا ريحة الشوربة بتاعتنا جميلة جدا. وكمان حطيت عليها كوباية كبيرة من المية، واسيبها بقى ايه على نار متوسطة كده تغلي شوية وتستوي. لا تدخل معايا في السوا كده او تحس ان هي نص نص بقى كده، خلاص لسه عليها شوية وتستوي. يا دوب المية بتاعتها تكون نشفت، مش محتاجة منها شوربة ولا ايتها حاجة. انا محتاجة اللحمة بتاعتنا تكون دخلت شوية في السوا. تمام. ودنا لها الصدمة الجميلة اللي انتوا شفتوها ديت وشكلها حلو. هنيجي بقى حبايب قلبي نشوف المحشي بتاعنا ونشوف الحاجة. طبعا انا عملت الخلطة بتاعت المحشي كتير قوي معاكم وعارفين انتوا طريقتي فيها، وبجد بجد بتبقى طريقة جميلة جدا. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده اللحمة اهي، بوريها لكم بعد ما خلاص يعني ايه شدة شوية. تمام. مش دايبة ولا مستوية، هي شدة شوية علشان هتكمل سوا مع الطاجن بتاع المحشي. تمام. برصها كده بقى في قاع الطاجن زي ما انتم شايفين كده. انا عملت في قلبه طرنشات من البصل وطرنشات من الفلفل كزواق بس كده. وكمان وهو في الفرن كده بيستوي، ريحة البصل والفلفل ديت بتطلع وبتخلي لك الدنيا حواليكي رائحة بصوا ممتعة كده، وتحسي فعلا ان انتي بتعملي اكل مطاعم ريحته كده خرافة طالعة في البيت وفي الشقة ومالية الدنيا كلها كده ايه، ريحة مهفهفة جميلة جدا. تمام. رصيت خلاص اللحمة بتاعتي في قاع الطاجن كده زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى ان انا الف ورق العنب معاكم بالطريقة دي. بصوا بقى طريقة لفي في ورق العنب، بدخل كل الزوايد اللي هي الاطراف والحاجات ديت كلها في المحشية من جوه كده، علشان صابع المحشي بتاعنا يبقى محندق وجميل زي ما انتوا شايفينه كده، وملفوف لفة لفة يعني لفة اهي، ما يخرش مية زي ما بيقولوا. في نفس الطبق بقى اللي كان فيه اللحمة بتاعتي، طبعا ده فيه لحمة ما كانش فيه حاجة وحشة ولا حاجة، ده ريحة اللحمة بقى. هرص بقى ورق العنب فيه كده واحشيه كويس زي ما انتوا شايفين اهو. بلف الورقة لفة مظبوطة زي ما انتوا شايفينها كده،
علشان حبايب قلبي البنات المبتدئين اللي ما بيعرفوش يلفوا ورق العنب بالطريقة ديت. وكمان تلاقيها لفة مثلا ورقة العنب المحشية طالعة من هنا رز وطالعة من هنا رز، ولا حاجة كده مش لطيفة خالص، ولا المنظر كمان ولا يعني. بصوا بقى اهو بقفل عليها من الجهة ديت ومن الجهة ديت، وبلف بقى. وانا بلف كمان الورقة لو كبيرة او صغيرة بدخل كل الزوايد اللي فيها جوه الورقة من جوه، وبالتالي المنظر من بره بيكون زي ما انتوا شايفين كده اخر جمال. عسل قوي كده يا بنات، عسل قوي كده يا بنات. تعالوا بقى يا حبايب قلبي اتكلم معاكم شوية على الورق العنب دوت انا كنت عاملة فيه ايه وجايبه منين. جبت نص كيلو ورق عنب ب25 جنيه. تمام. في مواسم بقى الورق العنب، عايزه اقولك في مواسم لورق العنب بيكون فيها رخيص جدا، ممكن يكونوا الكيلو ونص او ال2 كيلو ب10 جنيه. تمام. استغلي المواقف ديت وهاتي وكتري منه يعني وكده، لانه بيكون جميل جدا وبيشرفك في عزوماتك واكلاتك ما شاء الله. وخزني منه في الفريزر. انا جبته تقريبا كده كان عندي قبل ما اعمل بيه من 15 يوم. فلما انا جبته يعني وكده سلقته سلقة بسيطة خالص صغيرة كده، يعني ما اتكتش عليه في السلق، يعني هو يدوب كده تغلي المية. وحطيت كمان في المية معلقة كمون ومعلقة زيت. تمام. بس غير كده مفيش. ابني كان واقف جنبي كل ما احط صابع محشي عايز ياخده لسه طري يا ابني هيستوي. غلبني والله في اليوم ده. طب حتة لحمة يا ماما لسه ما استوتش. يا لهوي. ما شاء الله ربنا يخلي اولادكم جميعا يا رب، لسه اطفال بقى كده ومش عارفين اي حاجة، ودايما بيغلبوني في اي حاجة بعملها. ربنا يهديهم يا رب ويهدي لكم اولادكم جميعا. وكده حبايب قلبي لفيت الورق العنب زي ما انتوا شايفين كده، ورصيت الطاجن بتاعي اهو بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. جاهز معايا ورق العنب بقى حبايب قلبي بالطريقة ديت والمنظر الرائع ده. ان انا اعمل له بقى العقد بتاعه من الشوربة من مية. عايزة تعملي له ما عندكيش بقى شوربة ولا اي حاجة من دي، هاتي كوبايتين من المية واغليهم على النار وضيفي في قلبهم ورق لورا وحاجات الشوربة العادية اللي احنا بنحطها. تمام. وحطي في قلبهم واحد ماجي. تمام. وشوية ملح بقى وكده، وبتبقى الشوربة بتاعتك الكدابة الجميلة اللي ما بتتخيرش كتير عن الشوربة العادية بتاعتنا اللي احنا بنعملها. بصوا بقى حبايب قلبي عقدت بقى للمحشي بتاعي اهو. بخلي المية بتاعتي اخر حاجة، السطر اللي فوق ده ما بيكونش متشرب خالص. تمام. يعني بسيب المية بقى السطر اللي تحت او اللي قبل الاخير ده هو اللي شارب كله، والسطر اللي فوق ما بعومش المية عليه. وخلاص غطيته بقى. بصوا من غير ورق سلوفان ومن غير ورق زبدة ومن غير اي حاجة، وحطيت بس غطا الطاجن كده عليه ودخلته الفرن. ويا سلام بقى على الروايح اللي كانت خارجة من الفرن ومالية الشقة ومالية البيت. الله الله الله، مفيش كلام بعد كده يتقال. بصوا بقى على المنظر الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده، حاجة كده بصوا فاخر من الاخر، جميل جدا. طاجن المحشي ورق عنب واللحمة مرصوصة عليه رص. بصوا تحفة جميل. شايفين لون اللحمة اكنها متحمرة في قلب الفرن واكنها مقلية معاكي في زبدة او زيت على النار. وطاجن ورق العنب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، فاخر ولا لأ؟ جميل ولا لأ؟ اللحمة بتاعتي بصوا دايبة اخر دوبان، مفيش كلام بعد كده يتقال. تتاكل حاف ما شاء الله، جميلة جدا اهي. مش شدة، مستوية معايا تماما. رغم ان انا كنت يعني اعطيلها حبة المية اللي انا اديتهم لها ديت، يا دوب كده بدأت تحس معايا ان هي خلاص كده هتستوي، بس ما كانتش مستوية. عايزة اقولك كمان اول ما ورق العنب بتاعك يكون خلاص كده نشف من المية بتاعتك، بتهدى عليه بقى النار وتسيبيه يتردد براحته ربع ساعة نص ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.